وما جيت مع الفيديو د الحلوى التمر، ما تنساوش اللايك وما تنساوش ابوني وما تنساوش تعليق. و واخا شكرا بزاف واخا ما كتعملوا شي تعليق. المهم شكرا بزاف، كنتمنى من الله دخل شويه الرحمه في قلبكم وتعملوا واحد اللايك واحد ابوني وشي تعليق مزيون، نتمنى لكم من الله. المهم اليوم غنشارك معاكم الحلوى اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققوا بها والله لا حقوا بها. المهم بقيتو مع الخليط الزبده عندي مخلط، عندي هنايا نص كيلو الزبده وواحد لاباني وكاس د الزيت وكاس السكر كلاصي. المهم نخلط داكشي مزيان، خلط وذوبت ديك الزبده وحتى هكا في التخليط. المهم تنخلط الزبده ديالي تذوبتها مزيان، بقات شي نحس د الزبده نحب. المهم حبات الزبده كاصحين. المهم ذوبت مزيان، ما خليت حتى حاجه بلا دليك مزيان، كلشي دلكتو على حقه. وذوبت ديك السكر كلاصي وذوبت ديك الزبده. ايوا كيما قلتلكم، وديك الساعه دابا ملي غنسالي بالدليك مزيان، غنعطي حقو في الدليك مزيان باش تجي الحلوى ديالنا تتفتت وكتجي مزيونه ومنينه في الطقم. ودابا بقيتو مع الطحين، انا غربلت الطحين وغنعمل عين نص د الخميره هادي، غنعمل عين نص ديالها وغنخلط مزيان العجين ديالي. غنطخر في هذيك الخليط الزبده والسكر كلاصي والزيت، نخلط مزيان الطحين ديالي ندلك. المهم غنخلط ماشي غندلك، انا قلت لكم غندلك لا ما غندلكش، غنخلط مزيان. هيدا يدي دلك خلط. المهم باش ديك الزبده كتدخل في الطحين وما كيبقاش العجينه قاصحه، كترجع العجينه ديالنا راطبه. المهم هزيت يدي هيدا كورت واحد الكويره د العجين وجربت شي وحده وشفت هذيك في اللاكاط ما كتلصق ما حتى حاجه. دابا العجينه ديالي غنخليها هيدا، ايوا غنجمعها كما قلت لكم. دابا جمعتها وغطيتها بواحد الميكه بيضاء، هاتشو عندنا حيت ديك الميكه يكون النبيره محايدين كنشبر وحده كنقطعها بحال السلوفان وكنغطي بها العجينه ديالي باش كتبقى العجينه ديالي رطبه، ما كيضربهاش الريح الهواء، باش ما العجينه ديالي كتبقى مزيونه الصراحه والله. المهم ها المطلق ديالي كنطلقها هيدا، كنعمل واحد فنده شيتو د الطحين باش الزبده ديالي العجينه ما كتلصقش في الطيف وفي الطابليه هذاك. حنا كنقولوا الطيفه بالشماليه، الداخليه كيقولوا الطابله. المهم ما علينا ما عبانا، المهم الطابله ديالنا هي هذه. وكنطلقوا العجينه بالمطلق وكنقطعها بالكاس باش كتجي الحلوى التمر كامله قد بعضها. والتمر ديالي ها هو فين هو واجد. كنعمل في وسط العجينه وكنشد عليها مزيان باش ما تفتحش العجينه بالتمر، باش ما كطيب الحلوى التمر ما كتفتحش. المهم كنعمرها بحال هكذا وكنزل نعمر وننزل كنتقور خير ربي. تنقور 8 سنين ديك الساعه نقشها كامله. المهم هانتوما دابا تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنعمل. كنشد التمر ديالي، عندي هنايا العجينه التمر نص كيلو التمر، عملت له شويه د الجنجله شويه د القرنفل شويه د القرفه وشويه د الماء الزهر وعجنت مزيان. خلطت داكشي خلطته وعملت له واحد شويه د الخميره د الحلوى باش التمر ديالي كيبقى رطب ما كيجيش قاصح مره. وكتعجنو بالزهر بالماء الزهر ما زهر. المهم باش كيبقى التمر ديالي رطب وواعر صراحه اللهم نقولكمش يا سلام كتجي الحلوى التمر. المهم ايوا ديك الساعه كعدلتو كامل كورتو كامل وعدلتو. ايوا ديك الساعه بقيت كنعمر هيدا نتوما كتشوفوا معايا كنبقى نكور هيدا خير ربي التمر بحال هاد الطريقه هادي كتشوفوا معايا. كندهن شتيتو يدي بالزيت وكنكور باش ما كيلصقليش في يدي. المهم تتعمرت هاد الطبسيل هذا يا خوتي. ايوا ديك الساعه بقيت نعدل في الحلوى التمر ديالي. المهم هانتوما كتشوفوا معايا.
كنزيد الاخر شديتو بيدي باش كنرقق العجينه ديالي باش ملي كنلويها هيدا كتجي فيكس مع التلويه باش ما كتبقاش يتبان التمر. ايوا نتوما كتشوفوا معايا خير ربي عندي معدل ليه هنايا، شوف شحال عدلت وشوف شحال باقي لي بلا تعديل. المهم خصني ضروري يجي التمر ديالي مغطي باش ملي كنمشي ننقش الحلوى ما كيبانليش شي التمر. المهم هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كنعدل هيدا حتى نسالي هاد الوصفه 8 سنيه. عاود كنعدل معاكم واخا كنسالي حتى الاولى كنعدل الثانيه كنعدل الثالثه وانا ماشيه معاكم كنعدل حتى نسالي هاد التمر اللي عندي في هاد الطبسيل. المهم ودابا جبعتوني انا ساليت دابا كنقاش ضروري ما كنعمل النقاش ديالي في الطحين باش كتجي الحلويه منقوشه باش العجينه ما كتلصقليش في النقاش. هانتوما كتشوفوا معايا الا غطستي يديك بزاف التماره كتبان. كنقاش كنشبر خير ربي العجينه باش كتجي الحلوى كتجي الحلوى واضحه منقوشه. هانتوما كتشوفوا معايا والصينيه ديالي هي هادي انا جالسه نعمر فيها راني قريبه نعمرها باقي لي غير واحد جوج د السطوره. ايوا هذيك الساعه كنساليها. الصينيه ديالي دهنتها بشويه د الزيت وعملت لها شويه الطحين باش الحلوى ديالي ما تلصقش في الصينيه. هانتوما كتشوفوا معايا عمرت هاد الصينيه ودابا عندي نفرن طيب. هانتوما كتشوفوا معايا دابا راني ساليت ونقيش وغنعمل طيب هاد الصينيه هذه. ايوا ديك الساعه نطيبها وغنرجع معكم ان شاء الله. المهم دابا غنبدا نعدل. المهم الصينيه ديالي هذه هانتوما كتشوفوا معايا الحلويه دي مطيبه مذهبه ما كنحرقها شي ما كنخليها شي خضره كتجي واعره يا سلام. السكر يدي عندها سكر كلاصي في الدار وغنرش عليها شويه وصافي ما غنفنداش هيدا في وسط السكر باش ما كتجيش الحلوى معمره بالسكر كلاصي فيها سكر كلاصي بزاف. يا سلام يا سلام شحال واعره جات واعره الصراحه الله ويلي يا سلام. ايوا هانتوما كتشوفوا الحلوى ديالي ودابا ان شاء الله راني غنفندها. هذه هي الحلوى ديالي وانتم كتشوفوني دابا غندرش لا سكر كلاصي. المهم السكر هذا كلاصي طحنتو غير بيدي عادي. هانتم كتشوفوا ماشي سكر بيسيان هذا غير سكر عادي. المهم وغتجي واعره صراحه الله وغتجي زوينه يا سلام. ما نعملهاش سكر بزاف غير شويه. ودابا عملتها في الطبيصل ديالي هانتم كتشوفوا كيفاش ستفتها وخليتهم الصحه والراحه وجربوها وعدلوها ويا سلام تجيكم في المذاق. وما تنساوليش واحد اللايك واحد ابوني واحد كومنتير زوين. ايوا خليتهم مع الطريقه ديال هاد الحلوى سهله ومهله. ايوا داكشي اللي ما نقول لكم ان شاء الله يا ربي يرحم مع فيديو اخر جديد ان شاء الله.